ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تجربة النهاردة تفيد كل متخصصة عشان تقدر تفيد كل عميلة عندها. تعالوا نشوفوا بقى الشعر ده طلع معانا كده ازاي بالطريان واللمعة والانسيابية دي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. النهاردة معانا عميلة شعرها بيور، اول مرة تفرده. في مشكلة بقى انه كثيف جدا ومتشابك وفي نسبة تساقط خفيفة. طبعا اكبر غلط ان احنا نعمل لها بروتين، مع ان لو حطيت لها بروتين انا عايزه اقول لكم ان انا مش هتاخر في الشعر ده اكتر من نص ساعه في الكبس، لانه بيقبل جدا 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 درجه الحراره مهما كانت. انتوا لو تلاحظوا في الكبس درجه الحراره مع الشعرايه دي بتفتح من اول كبسه. لو كنت عملت لها بروتين في الحاله دي كان الشعر هيطلع كمان احلى من النتيجه اللي انا عاملاها دلوقتي. بس بعد كده مشاكل الشعر بعد الفرد بشهر، لو عملت لها بروتين في الحالة دي بعد شهر بالكتير نسبة التساقط هتزيد جدا وهيأذي الشعر ويكسر. فلازم نحط مادة الشعر يتعالج منها ويخلي الشعر ينمو وما يخليش فيه اي ضرر ممكن يحصل للشعراية ويطلع انسيابي، لان كل متخصصة لازم تبقى عاملة حسابها الشعراية الجديدة هتطلع عاملة ازاي. النهاردة بقى في الحالة دي يا بنات هنحط لها تريتمنت. طيب هو ايه التريتمنت؟ التريتمنت بقى يا بنات للي مش عارفينه، التريتمنت عبارة عن مادة علاجية اورجانيك بتعالج تساقط الشعر، ونسبة الترطيب فيه عالية جدا لان الشعر كثيف زي ما انتوا شايفين. لازم الشعرية تترطب وتتغذى من الخارج والداخل. كلمة تريتمنت دي اصلا كلمة اجنبية معناها ترميم واصلاح، فاحنا هنا عايزين نرمم ونصلح الشعرايه، واللي طالع جديد برضو يطلع كويس مش زي الاول. طبعا العميله بتيجي تحجز معاكي بتتفقي معاها تقولي لها 3 ايام تغسلي شعرك بشامبو جونسون او كليل الازرق للرجال. ده قبل ما تجيلك كذا مره لمده 3 ايام عشان الفروه بتفرز زيوت والشعرايه فيها زيوت. ولو بتستخدم كريمات او زبده الشيا او اي حاجه من اي ماده دهنيه على شعرها لازم ننظف الشعرية جدا جدا. ودي قاعدة أساسية يا بنات في كل أنواع الفرد، إذا كان بروتين أو ترميم أو تريتمنت أو فيلر أو بوتكس أو كولاجين. أي نوع أنت بتفرديه لازم تكون مسام الشعراية متفتحة والشعراية نضيفة جدا جدا. فانت تعرفي العميلة ان هي تغسل شعرها كويس جدا جدا وما تستخدمش اي زيوت وكريمات. ولما تيجي عندك ان شاء الله تغسلي لها برضو شعرها بشامبو كلارافينج، ده تأكيد على اللي هي عملته. لان ممكن العميلة ما تكونش غسلت خالص وتيجي تقولك لا انا غسلت، وهي مش متخيلة كمية الضرر اللي ممكن تحصل للشعراية وخسارة وقت ومجهود ليكي وليها. فهي بتستسهل الموضوع وتقولك لا خلاص انا غسلت، هي فاهمه ان احنا بنخترع الذره يعني فما تغسلش شعرها وكده. فلا ما تسمعيش منها، وانت تاكيدا برضو والله غسلت كان بها انت تغسلي، ما غسلتش اديكي برضو بتغسلي بايديكي وبتنضفي الشعريه بايديكي وبتشوفي. يعني انت مجرد ما بتحطي الشامبو الكلارافينج لما بيعمل رغاوه كتير قدامك خلاص الشعريه نظيفه. في بقى ناس ما بتبقاش غاسله وبتقولك انا غاسله، بتيجي تغسلي الشعريه تلاقي اول غسله دي ما بترغيش اصلا في ايدك، بتلاقي الشعرايه يعني مش قابله خالص الرغاوه، بتضطري تغسلي مره واتنين وتلاته عشان الشعرايه تنضف معاكي خالص. فدي اول قاعده معانا يا بنات في اي نوع احنا بنستخدمه كفرد او معالج او اي حاجه بنعملها في الشعر. طبعا بعد ما غسلنا الشعر بننشفه هو سخن 100%، وبعدين بنفرد مادة التريتمنت وبنشبع الشعراية كويس جدا 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 ونعمل مساج للشعراية. لازم ندلك الشعراية بإيدينا عشان نتأكد ان المادة وصلت لكل الشعراية من أول الجذور حتى الأطراف. وبعدين بنسحب المادة بالمشط الزيادة وبنسيب المادة على الشعر اللي قدامكم ده، أنا بتكلم عن الشعر اللي قدامكم ده. بنسيب المادة على الشعر 1.5 ساعة لأن الشعر ده كثيف يا بنات ومش هيتشرب المادة بسهولة. بعد خلاص ما بيعدي 1.5 ساعة بتكون الشعرية اتشربت بالفعل، لأن احنا غاسلين الشعرية كويس، مسامها متفتحة، الشعرية نضيفة معانا هتستقبل المادة. امسكي الشعراية
اشطفيها على الحوض نص شطفة. حسيت ان الشعرايه نشفت قوي، اشطفيها شطفة كاملة. حسيت ان الشعرايه ما نشفتش قوي، لا ممكن تستخدمي كوبايه ميه واحده بس، تنزلي الماده الزياده، لان كده الشعرايه ما استقبلتش الماده كويس. لاحظوا الكلام اللي بقوله يا بنات وخدوه في عين الاعتبار، الكلام ده هيفيدكم جدا جدا في طريقتكم. انتوا غسلتوا شطفتوا الماده اهو، تمسكوا الشعر تنشفوه بنسبه 100%. الشعر قدامكم اهو زي ما يكون مش مغسول اصلا، لكن الشعر مشطوف ومتنشف هوا سخن، وبتبتدي تكبسي، تبتدي تكوي. انا الشعرايه اللي قدامكم دي يا بنات انا موطيه درجه الحراره، بس الشعرايه مش افريقيه ومش سميكه، الشعرايه دي ضعيفه، كانت بتيجي معايا من اول كبسه وتاني كبسه. ما كنتش بضغط على الشعرايه، انا مسرعه الفيديو بس انا باخد الخصله حوالي كبسه كبستين 3، ما بكترش عن كده. اختياركم لنوع الماده في الشعرايه دي من اهم خطوات الشغل بتاعكم، عشان العميله ترجع لك تاني. لا تعلي درجة الحرارة قوي ولا توطي درجة الحرارة قوي، الحرارة تبقى مظبوطة في ايديك. كبست كبسة والتانية الشعراية لونها فتح معاكي خلاص. بصوا يا بنات قدامكم انا الجذور بتفتح معايا في اقل من كبستين، انا سبت الخصلة خلاص من ايدي. قدامكم اهو انا سبت الخصلة، الشعراية قدامكم اهي حتة من فوق فتحت قوي، سبت الخصلة في ايدي وهرجع ليها تاني. بس اما الشعرايه درجة الحرارة تهدى عليها شوية بحيث ان انا ما احرقش الشعرايه. لكن لو كبست والشعرايه سخنة مولعة نار في ايدي هتتحرق. لا انت اهدي دقيقة، روحي الخصلة تانية خديها وانزلي بيها، لكن ما تضغطيش على الشعرايه اللي لونها فتح معاكي على طول، اللي هو الشعرايه اتصدمت بالمكوى، لا ما تعمليش كده. الشعرايه دي من اضعف انواع الشعر اللي انتوا ممكن تتخيلوها. اول الفيديو لو شفتوا الشعر الاول قبل ما اشتغل فيها تحس ان الشعرايه دي جامده فظيعه سميكه، اللي هو ايه ده تتحمل معاك درجه حراره ايه، ده انت لو ولعتي فيها عمرها ما هتقع ولازم تتكبس بدرجه حراره عاليه عشان تدي نتيجه كويسه معاكي. لا الشعرايه دي لو كانت اتعملت بروتين يا بنات كانت وقعت، كانت اتدمرت، كانت اتقطمت. الشعرايه دي انت كمتخصصه لازم تاخدي بالك من الحاجات دي، وعمرك ما هتعرفي الحاجات دي غير وانت بتشتغلي في الشعر وبتكسبي تجارب في ايدك، ولا حتى لما تسمعيني. انت هتستفادي مني، بس لازم التجربه تكون عمليه، غير انك بتتفرجي عليا، غير انك بتشوفيني انا بعمل ايه، غير انك بتتفرجي على طريقتي. انا برضو كنت بتفرج زيكم بس ما اتعلمتش غير لما اشتغلت بايدي، ما اتعلمتش صح غير لما اشتغلت بايدي. اي نعم غلطت مره والتانية والتالتة ظبطت معايا خلاص، عرفت نوع الشعر ده محتاج ايه وعرفت نوع الشعر ده محتاج ايه، والشعر ده ينفع عليه بروتين ولا لا، الشعر ده نحط له تريتمنت ولا لا، الشعر ده عايز معالج ولا لا. عايزين نختار المادة الصح، واختيار المادة الصح لنوع الشعراية ده من أهم خطوات المتخصصة الناجحة. المتخصصة الناجحة اللي هي تشوف الشعراية دي تعرف الشعراية دي محتاجة ايه، بس دي أهم حاجة في المتخصصة الشاطرة اللي هتحط المادة العميلة عارفة ان الشعراية دي هتتحسن، اللي طالع جديد ده هيطلع كويس. والله العظيم يا بنات انا عندي عملاء عاملين ل8 مرات، انا عايزه اقول لكم ان خلاص شعرهم ما بقاش بيحتاج اصلا ان احنا نفرده. فانتي كمتخصصه خدي بالك قوي من اي تكه لو صغيره، دي هتفيدك كويس جدا 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 فيما بعد. هتلاقي حاجه مقابلاكي بعد كده هتقولي الله ده انا كان حاصل معايا كذا، فهتتعلمي من اخطائك وهتعرفي من الممارسه في الشغل. ما تعتمديش بس على انك تتفرجي على نوسة او غيرها، لا ممارستك في الشغل وما تخافيش وتعاملي بقلب جامد، صدقيني الشغل هيطلع معاكي بروفيشنال. طبعا انا باخد الاطراف كده بالمكوى زي ما شفتوا كده 2 مرتين 3 كده، كبستين 3 كده، عشان ايه تأكيدا يعني عن الفرد. انا هنا كنت سبت العميلة نص ساعة وغسلت لها بشامبو بس، ما عملتلهاش حتى حمام كريم، وبدأت انشف الشعراية. الشعراية دي معمولة تريتمنت يا بنات، تريتمنت مش معمولة بروتين، تريتمنت معالج، تريتمنت فردها 100%. النتيجة افحمتني، انا ما كنتش متخيلة ان ممكن الشعر معمول تريتمنت يطلع بالطريقة دي، بس انا عرفت انه يطلع كده من وانا بكبس.
لانه كان بيستقبل معايا جدا، فعرفت ان هو بيستقبل جدا. الشعرايه دي بقى لو انت كمتخصصه يعني حسيت ان هي لا البروتين كويس ليها، لا البروتين خالص مش كويس ليها، خالص يا بنات مش كويس ليها. لازم تريتمنت معالج، لازم. انت ما تسترخصيش، ما تسترخصيش في العميله. لما عميله تجيلك وتقولك انا عايزه حاجه على قدي، انا عايزه حاجه على قد ايدي، لا انت شعرك محتاج كذا، قولي اللي يرضي ضميرك، مش موضوع فلوس وشغل وخلاص. لا انت شعرك محتاج كذا، بس لو عملنا كذا ممكن شعرك يبوظ، يعني شعرك ده ممكن لو اتعمل بروتين يبوظ. فانت اكيد مش عايزه العميله تزعل منك، ومش عايزه العميله تدعي عليكي دعوه. انا هنا كنت بنشف بهواء بارد، انا باخد وقت كتير جدا في التنشيف. هوا بارد اهو قدامكم، بلاش هوا سخن، لان الشعر مغسول من حراره لغسيل لهوا سخن، ده يحصل تقطيم بعد كده على طول، ده بيحصل فيه تقطيم على طول، وانت ما تبقيش فاهمه المشكله فين. لا المشكله ان انت نشفت بهوا سخن، نشفي بهوا بارد الاول، وبعد ما تحس ان الشعريه خلاص بقت 70% 60% اتنشفت معاكي، شغلي هوا سخن مفيش مشكله عادي. وعشان تنشفي الشعريه تماما جدا. شايفين الانسيابيه اللي في الشعريه يا بنات؟ شايفين لمعه الشعرايه؟ انا مش حاطه زيوت، مش حاطه اي حاجه، انا معاكم من اول الفيديو لاخره. الشعريه قدامكم، تريتمنت معالج مش بروتين. مش البروتين بس اللي بيفرد يا بنات عشان الناس اللي فاهمه غلط، لا التريتمنت المعالج بيفرق وبيعالج الشعرايه وبيرطبها وبيخليها زي ما انتم شايفين. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وعايزاكم تدعموني كده باشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس كده عشان تشجعوني ان انا انزلكم كل جديد. بحبكم جدا في الله. سلام يا بنات.